حلو بسيط سهل وسريع بطعم مميز بحشوة رهيبة. لما تجربيها هتعجبك جدا، وفي 5 دقايق بس هتعمليه والطعم حكاية. هنعمل الشربات الاول، لان شربات الحلويات الشرقية لازم يكون بارد. هجيب كوباية من السكر، هضيف عليها كوباية ونص من المية المغلية. ضيف المية المغلية علشان تسرع معايا من عملية الغليان بتاعة الشربات وذوبان السكر. معايا السكر بالشكل ده والشربات بدأ يغلي. هضيف عليه عصير نص ليمونة واسيبه لمدة 5 دقايق على النار. هطفي عليه النار وهضيف عليه باكت من الفانيليا عشان يديني ريحة حلوة، وهسيبه لحد ما يبرد. هجيب لفة جلاش نص كيلو، كوباية زيت، جهز الكنافة بتاعتي. هضيف عليها معلقتين 3 من الزيت بالشكل ده، هقلبها في الزيت. هضيف عليها معلقة كبيرة من السكر البودر. جهزنا الكنافة بالزيت والسكر البودر، والكنافة هنا معايا نية. نجيب صينية وادهنها كويس بالزيت من تحت الجناب. هاخد 3 ورقات. هاخد اول ورقة وادهنها بالمادة الدهنية دهنة خفيفة. هحط عليها تاني ورقة وادهنها دهنة خفيفة بالمادة الدهنية. تالت ورقة. مش هدهن الجزء اللي هحط فيه الكنافة علشان الكنافة تثبت معايا ما تتزحلقش من على الورق الجلاش بالشكل ده. وابدأ الف الجلاش، ما تضغطيهوش قوي، لفيه على الواسع بالشكل الجميل ده كده. هدهن الحرف بتاع الجلاش علشان الزقه عليه بالشكل ده. هقطعه قطع متوسطة بالسكين، ارصه في الصينية بالشكل ده واقف جنب بعضيه. هجيب معلقتين من الزيت وابدأ ادهنها من فوق. ادخله الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، واسيبه لحد ما ياخد لون ذهبي من تحت ومن فوق ويتحمر كويس. شايفين الحلو الرهيب بتاعنا بعد ما خرج من الفرن وهو سخن والشربات بارد، وابدأ اسقيه. عايزين نسمع الصوت ده، سامعين؟ اديناها الشربات بتاعها وهديت. زينيها بشوية من المكسرات المتوفر عندك حطيه.